في الارضيات. كان عندنا ابونا تدرس الانطوني، بالتاكيد ابونا بشويه عارفه كويس يعني. ابونا تدرس ده كان بسيط، كان راجل بسيط قوي. بساطته بقى يعني هو راجل صعيدي كده وبسيط وطيب، ملاك يعني، برغم انه كان شيخ كبير لكن ملاك. وبساطته دخلته السماء بسهوله. لكن كان في ميزه كده انه دايما قاعد على المصطبه بتاعته كده جوه القلايه وبس، ما بيعملش حاجه خالص، يقعد بيفكر في ملكوته يعني، في السماء على طول. ف وطبعا البساطه اللي فيه اهلته جدا للسماء. عشان اوريكم قد ايه هو كان بسيط، مره جاله سفير كده اجنبي عاوز يقابله، وجايب اسمه في ورقه هو ما يعرفش يعني. فالابهات سالوه انت متاكد انك عاوز تقابل ابونا تدرس؟ ابونا تدرس راجل صعيدي غلبان، وهو السفير اجنبي اوروبي نظيف قوي شيك قوي حاجه كده يعني هلمه. قال انا كاتب اسمه في ورقه. راح الابهات قالوا له يا ابونا تدرس في سفير عاوز يقابلك. قال ايه غفير؟ قلنا له سفير، وحاولنا نشرح له سفير وغفير في فرق بينهم ما عرفش. فقلنا له خلاص واحد غفير اجنبي عاوز يقابلك. فقال ودوه الكنيسه. فقلنا له ابونا الكنيسه ما فيهاش كراسي والراجل ده محترم قوي، فقابله في القصر الضيافه يعني. قال لا لا لا، يا الكنيسه يا بلاش. فاخدناه الكنيسه. فالراجل واقف بقى بيبرق، بقول لكم كده سفير بقى. وابونا تدرس جاي يقابله، جرر وراه مخده معفنه كده اللي هو بينام عليها، وعمل في الموكيت كده خط تراب، ما هو جررها في التراب بره، وراح حاططها وراح باصص للسفير قال له انت الغفير؟ فالحمد لله ما كانش بيعرف عربي، فقلنا له بيقول لك ار يو ذا امباسادور؟ فالراجل قال له يس يس. راح مديله حته كرتونه كده وقال له طب خد 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 دي، انا هنام وانت تهويلي. يا نهار اسود، يا ابونا ده مش غفير بجد، ده سفير. ما فيش، نام بقى في الكنيسه ومستني السفير يهويله. وطبعا احنا مكسوفين جدا، ما قدرناش نترجم للسفير. السفير خد الكرتونه مش فاهم هو عاوز ايه يعني. فقعدنا انا يعني الابهات بقى اللي موجودين كان واحد فيهم امس والتاني، فقعدوا يقولوا له ابونا ما ينفعش كده، الراجل ده مهم قوي وما ينفعش يهويلك. فابونا قال له الامس يعني، قال له انا هويلك. قال له لا لا انت امس امس امس. فراح قال ابونا التاني ابونا سكورس قال له طب اهويلك انا. قال له لا قص قص قص. قلنا له بس الراجل ده مهم قوي على فكره. قال اعلى من الكهنوت؟ ما فيش حد اعلى من الكهنوت حتى لو كان ملك، لان هو كان راهب وما رضيش ياخد الكهنوت لانه حس الكهنوت ده حاجه كبيره قوي. فالسفير لقانا عمالين نتخانق معاه ونحاول معاه يعني، فقال why you are arguing with him, would you please tell me what's going on؟ انتوا بتتخانقوا معاه ليه؟ ممكن تقولوا لي ايه اللي حصل؟ قلنا له ما فيش حاجه، ما فيش مشكله خالص، هو عاوزك تهويله. قال ايه؟ يعني ايه تهويله؟ قال ازاي؟ قلنا له لا ده ايجيبشن تكنيك يو هاف تو ليرن، يعني ده تكنيك لازم تتعلمه، والتكنيك ده اسمه يهوي. فتمسك الكرتونه وتركع جنبه وتعمل كده، ده تكنيك مصري اسمه هوي. فلقينا السفير بيقول هعمل اللي هو عاوزه، وركع جنبه وخد الكرتونه وقعد يهويله. وكل ما طبعا كنا في اغسطس والراجل بقى بشر عرق هيموت السفير نفسه، فهو ايه عمال يهويله، وكل ما هو يبطل السفير ابونا يفتح عينيه يقول له هوي، يقوم شغال تاني لان هو فاهم كلمه هوي يعني. قعد يهويله يهويله يجي نص ساعه لما الراجل مات خالص. وفي الاخر ابونا قام وخد المخده بتاعته وخد الكرتونه من ايد الراجل وقال له بالعربي انت قلبك حلو ومتواضع، يسوع هيديك بيبي وتسميه جون، وسابه مشي. فاحنا ترجمنا للراجل اللي هو قاله. فالراجل قعد يتنطط، مش معقول، مش ممكن، هو عارف اللي في قلبي ايه. قلنا له هو ايه الموضوع؟ قال انا جاي مخصوص عشان كده لان بقالي 13 سنه ما عنديش بيبي، وكنت هادبت بيبي بس هتبنى طفل،
بس واحدة في السفارة قالت لي لو رحت لابونا تدرس الأنطوني وصلى لك هيجي لك بيبي، وفعلا السنة اللي بعديها جه ومع البيبي زي ما ابونا قال له. فكانت بساطة ابونا سبب بركة جدا، انها ممكن تشوف كده ان هو عايش السمع وهي على